أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عزمه تقديم شكوى رسمية ضد العراق لدى الفيفا بسبب استخدام اسم كأس الخليج العربي في بطولة البصرة بدلا من الخليج الفارسي. ولفت الاتحاد الإيراني عبر بيان إلى أنه سيشتكي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام اسم مزيف لبطولة خليج 25 بدلا من اللقب الحقيقي للخليج الفارسي. وانتقدت وكالات إيرانية حضور رئيس الفيفا في افتتاح بطولة خليج 25 والموافقة على اسم الخليج العربي الذي وصفته بالتجاوز على حقوق إيران في المنطقة. كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد استخدم تسمية الخليج العربي في بيان للترحيب بضيوف البطولة المقامة في البصرة، حيث قال: ضيوفنا العرب الأكارم من دول الخليج العربي مرحبا بكم، وهو المصطلح الذي ترفضه إيران، وكانت تقدم دائما احتجاجات رسمية في المحافل الدولية مطالبة باستخدام مصطلح الخليج الفارسي، في حين يرى مؤرخون أن اسم الخليج العربي مبرر، وذلك لأن ثلثي سواحل الخليج تقع في بلدان عربية، كما أن السواحل الإيرانية تقطنها قبائل عربية سواء في إقليم الأحواز أو في مدن إقليم بوشهر.